استمعنا للنشيد الوطني للمنتخبين وكل التوفيق طبعا للاعبي المنتخبين في ارضيه الميدان. عادل ارجع لك، كنا نتكلم وكانت الكلمه عندك فيما يخص اي نعم. الشارع الرياضي يقولنا لا المنتخب مدرب احمد الكاس اكيد راجع الموضوع وراجع الاخطاء اللي اخطا فيها في مباراته امام عمان، لكن ان شاء الله راح نشوف ملحمه كرويه ان شاء الله في 45 دقيقه. توقعاتك؟ والله صعب التوقعات. المنتخب العراقي يعني حماس عندهم، المهاره الفرديه عندهم، ينقص التنظيم. منتخب مصر يعني من اعتقد لم يظهر من جميع الجوانب. انا اعتقد منتخب معين لا انت عنده افضل، فانت تطمح انه يقدم الافضل، خاصه يعني يجب ان يتسيد المباراه، يجب ان يكون هو الافضل في المباراه. شكرا للزميل يوسف الربيع، والشكر ايضا لضيفيك الكريمين بالاستوديو التحليلي عادل درويش وسلمان حسن. بسم الله الرحمن. واختيارات احمد عبد العزيز المعروف باحمد الكاس، وثلاث تغييرات في مباراه هذه الامس. هذه كوره وهدف اول للمنتخب العراقي 1-0. يا الله على خطا كبير من حارس المرمى المصري عمر عبد العزيز. يتمكن المنتخب العراقي من هز الشباك في الدقيقه الثالثه. 1-0 عراقيه منذ البدايه. يا لها من انطلاقه للمنتخب العراقي بعد كرة وخطأ فادح من حارس الفراعنة عمر عبد العزيز. يتمكن زين العابدين ياسر من هز الشباك المصرية بال1-0. التقدم لأسود الرافدين. بداية والعرب على المنتخب العراقي بعد هذه الكرة الطويلة الملعوبة إلى الأمام، وخطأ كبير من الحارس عمر عبد العزيز. وزين العابدين ياسر موجود في المتابعة، تعامل سيء مع الكرة للحارس عمر عبد العزيز، وهدية ثمينة لم يرفضها زين العابدين ياسقاين طرف فيها المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي تعادل مع المنتخب العنابي القطري بهدفين واقتسم النقاط مع المنتخب الأخضر السعودي هدف لهدف. المنتخب السعودي فاز مساء باستاد ذمك بين المنتخبين البحريني والعماني. كرة لمصلحة المنتخب المصري في محاولة لردة فعل والعودة في المباراة. كرة في منطقة الجزاء، يتدخل الدفاع العراقي، يبعد للخطورة لا زالت مستمرة لمنتخب الفراعنة. كرة من اليمين من علي رياض، كرة ملعوبة وتدخل المصري أدهم فريد على مستوى تنفيذ المخالفة. الكرة الثابتة لمصلحة المنتخب المصري طويلة على القائمة الثاني، ملعوبة إبعاد وتشتيت من عناصر المنتخب العراقي لا زالت مستمرة. الهجمة المصرية في منطقة الجزاء تعود سهلة لسجاد محمد. معلومة مهمة للغاية، ليس بمنتخب الشباب بل هو منتخب الناشئين مواليد 2008 الذي يستعد لمونديال قطر 2025. ترجع الكرة لمنتخب الفراعنة، طويلة ملعوبة راسية عادت من الدفاع لا زالت مستمرة. كرة بمحاولة أخرى، هجوم منتخب مصر يحاول رد الفعل عن هدف زين العابدين الأكاديمية العالمية هنا في الدوحة، بينما سيقام الدور النهائي في استاد خليفة الدولي. المنتخب المصري في المجموعة الخامسة مع منتخبات انجلترا، فنزويلا وهايتي. قرعة بقية المنتخبات العربية في المجموعة الأولى: المنتخب العنابي القطري مع المنتخب الإيطالي، جنوب أفريقيا بوليفيا. في المجموعة الثانية اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال. المجموعة الثالثة فيها المنتخب الإماراتي مع كوستاريكا، كرواتيا، السنغال. المجموعة الرابعة المنتخب التونسي، بلجيكا، الأرجنتين وفيجي. والمجموعة رقم 12 مجموعة المنتخب الأخضر، وكذلك لمزيد الاحتكاك بلاعبين أكبر على مستوى العمر، على مستوى السن، وحتى على مستوى البنية الجسمانية. هذه كرة مصرية، محاولة للتسديد قوية جدا لكن بعيد الكرة الأخيرة والمحاولة من طرف محمد البنداري. وسط دفاع نادي امبي ومنتخب الناشئين المصري يصوب بقوة
وكرة بعيدة حتمي ظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهي مباشرة بعد نهاية هذا الخليجي خليج الشباب، وبعد هذه الكرة والفرصة للمنتخب المصري. الركنية الثانية على يمين سجاد محمد حارس نادي الطلبة، كرة ملعوبة تعود من الدفاع، لا زالت مستمرة وقائمة المحاولة للمنتخب المصري، طويلة الكرة العالية وارتقاء ممتاز لسجاد محمد. مباشرة بعد نهاية هذا الخليج العام، والمجموعة الثانية وضعت العراق مع السعودية والبحرين والكويت. كرة للحارس سجاد محمد، يا سجاد، كاد يكتوي المنتخب العراقي بنيران مشابهة للنيران التي اكتوى بها المنتخب المصري من خلال خطأ الحارس عمر عبد العزيز. يلعب بالنار سجاد محمد، ومن يلعب بالنار يا سجاد يكتوي بها. هذه المجموعة وهذا المنتخب 43 سنة لأحمد صلاح، اللاعب السابق لنادي الزوراء والطلبة واربيل ونادي دهوك. المنتخب المصري يواصل هيجانه، يواصل هجماته، كرة عالية يتدخل الدفاع. المنتخب العراقي اليوم بتغييرين مقارنة بالمباراة الأولى في الدوحة في شهر نوفمبر المقبل. كرة من تماس مهند الشامي، كان قام بشوط ثاني ممتاز الشامي، كرة التعادل للمصريين، محاولة مستمرة، هي الجول لا زالت، نعم ضاعت الفرصة، ضاعت الكرة على محمد حمد. أي كرة، أي ردة فعل، أي ضغط مصراوي في هذه اللحظات. كرة من تماس، دربكة ولخبطة في دفاع المنتخب العراقي، عمل ممتاز من عبد العزيز الزغبي، استلام ثم تسديد في الأولى، في الثانية مرت جانبية بقليل، مرت بقليل. محمد حمد تصويبة لاعب الزمالك في الكرة والمحاولة الأخيرة نفسها بعد الخطأ الكبير الذي قام به في بداية المباراة، وهذا به هدف التقدم حتى الآن للمنتخب العراقي. وراسية، يا سلام، كرة راسية خطيرة المنتخب العراقي، محاولة استغلال الكرة الثابتة وطول القامة من أجل كسب الحوارات الثنائية والكرة الطويلة. هذه كرة ثابتة وصعود للمدافع، استلام ممتاز، عادت الكرة من حمزة، لا زالت مستمرة. التسديد السهل من حراس لقب هذه النسخة الأولى. منافسة، عادت الكرة لمصلحة المنتخب العراقي في وسط الميدان، انطلاقة ممتازة سريعة هذه الكرة، المحاولة، الفرصة والإمكانية واردة، كرة ملعوبة، استلام جيد، فيها جول. عاد الدفاع المصري، تباطأ الهجوم العراقي في هذه الكرة الحالي. 8 انتصارات عراقية، 4 تعادلات، 8 هزائم. بعد هذا الفاول سأتحدث عن أفضل وأحسن نتيجة ومشاركة عالمية لأسود الرافدين سهلة للحارس عمر عبد العزيز. المرتبة من الدفاع، يتقدم المنتخب المصري إلى الأمام، إلى الهجوم، يحاول التعديل، العودة من جديد في المباراة. الاستلام رائع من جانب عمر أبو طالب، لا زالت مستمرة المحاولة، كرة قريبة، ممتازة العملية الفنية والسهلة للحارس سجاد محمد. يحاول، اكتفى بالدفاع، بعض المحاولات، نسبة امتلاك كرة كانت لمنتخب مصر هذا الشوط الأول. وللعودة في نتيجة المباراة، مهند الشامي، مهند طويل الكرة، طالت على العناصر. محمد عمر أبو طالب، كرة وانطلاقة قريبة من منطقة الجزاء، يتدخل الدفاع والحكم شكري الحنفوش، والبطاقة الصفراء لحمزة عبد الكريم. البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، والثانية للمنتخب المصري بعد قلب الدفاع حمزة الدقوي. حمزة آخر هو حمزة المهاجم، حمزة عبد الكريم. ينظر من حكم المباراة شكري الحنفوش. تدخل على أنس رشدي، واحد من أبرز اللاعبين حركة ونشاط ومهارات في منتخب مصر. هذه كرة ممتازة، انطلاقة من جانب عبد العزيز الزغبي، كرة التعادل من حمزة السيد عبد الكريم ضاعت.
على المنتخب المصري. يواصل هيجانه، يواصل ضغطه على دفاع المنتخب العراقي في بداية هذه الفترة الثانية. المنتخب العراقي يكتفي بالدفاع. كرة ممتازة من عبد العزيز الزغبي في الصناعة. تصفيات لوناف اتحاد شمال افريقيا في المغرب خلال شهر نوفمبر 2024. هذه كرة مصرية، حمزة إلى رشدي مطالبة بالبيلانتي. كانت بهجمة للعراق تحولت للمنتخب المصري. هذه كرة حمزة السيد عبد الكريم وعودة في تايمينج وتوقيت ألمانيا. فرصة لإبراز مواهب الجيل الجديد من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل كرة القدم المصرية والعراقية بطموح السير على خطى المنتخب المصري والمنتخب العراقي. آخر الومضات الهجومية المصرية كانت من محمد حمد يراقص توقيت مكة المكرمة توقيت الدوحة. قبل هذا كرة للعراق، يا الله يا الله على كرة عراقية ومحاولة راسية كانت من علي خالد، مخالفة ما كانش فيها اوفسايد في السليم. كانت الكرة الأخيرة علي خالد، خطأ كبير في تمركز المدافع المصري حمزة الدقوي كاد يكلف الفراعنة باهظا. سعودية قطر الكويت مع اليمن، ويوم الخميس ختام مباريات دور المجموعات في المجموعة الثانية عمان العراق البحرين مصر. وهذه كرة عراقية، هو الثاني الله 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 على ثاني الأهداف العراقية. نعم، الضربة القاضية ليسود الرافدين بعد هجمة مرتدة كانت سريعة جدا في البدايات. تألق عمر عبد العزيز قبل أن يقتنص يوسف جابر جاسم اللاعب القادم من دكة الاحتياطيين. اللاعب البديل يتمكن من هز الشباك المصرية. يوسف جابر جاسم في المتابعة. هذه كرة الهدف، خطأ آخر فادح من دفاع المنتخب المصري، وجه لوجه. تألق عمر عبد العزيز في الأولى ويوسف جابر بسهولة يحطها في شباك المنتخب المصري ويعلن عن ثاني الأهداف. خلاص الأهداف العراقية في الدقيقة 68. 2-0 للعراق. كرة للمنتخب المصري من أنس رشدي مهند الشامي الرأسية. الكرة القريبة من حمزة السيد عبد الكريم. كرة أخرى للمنتخب المصري، توزيعة الشامي، ارتقاء ممتاز العطية. كرة ملعوبة على القائمة الثاني، سهلة للحارس. تتواصل وتتكرر المحاولات. كرة من الجهة اليمنى، أدهم فريد طويلة ملعوبة في منطقة الجزاء. حمزة الدقوي، حمزة وصلت إلى أدهم فريد. كرة قريبة من منطقة الجزاء، الكرة العالية والرأسية من حمزة السيد عبد الكريم بعيدة وعالية. أدهم فريد المدافع الأيمن لنادي إمبي في التوزيع. جاء بلال العطية، بلال دفاع المنتخب العراقي، صمود كبير. عادت الكرة على الهجمة المرتدة، السرعة الحاضرة من ياسر وسام. ياسر الثالث. ضاعت الكرة على علي الأكبر أمير. سدد علي الأكبر أمير بعد مجهود فردي ممتاز وروعة من ياسر وسام. ياسر أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب العراقي، لاعب يتميز بالسرعة بالفنيات، مهارة كبيرة، لعيب. لكن تسديدة علي الأكبر أمير. ضاعت الكرة. المنتخب العراقي يهاجم الآن، يؤدي المنتخب العراقي يبحث عن الثالث. شوارع في دفاع المنتخب المصري، هو يفليح لا. ضاعت الكرة وضاعت فرصة الهدف الثالث عن المنتخب العراقي عن طريق فليح حسن. فاللوحي اختيار المدرب أحمد صلاح في آخر دقائق الشوط الثاني عنده تفسيره. استغلال سرعة ومهارة تمر لمصلحة المنتخب العراقي في هذا الظهور الثاني، يقترب من تحقيق الانتصار الثاني تواليا في
في هذه البطولة والمسابقة. عمر ملعوبة مع عمر أبو طالب يرسلها إلى الأمام، استلام ممتاز، هجمة لمصلحة المنتخب المصري. التصرف مرة أخرى والقرار الأخير، صعوبات في الخروج بالكرة والتقدم إلى الأمام من عناصر المنتخب المصري في هذه اللحظات والدقائق. كرة مصرية لا زالت، المحاولة من أجل الوصول للشباك وتسجيل.